السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. شلونكم شخباركم؟ تعالوا ويانا فيديو المشتريات شهرنا، يعني مسواق شهري وجزء من عنده شهر رمضان. طبعا رحنا نتسوق، ومثل ما تشوفون ما قدرت أصور من الازدحام ما شاء الله. ما أعرف لأن الرواتب تأخرت، فالازدحامات مو مثل الشهر اللي قبله من رحت، لا شوية أقل كان ازدحام. بس هسه ماكو محط رجل، يعني من أدخل مول مباشرة أقول لابنه خلينا نطلع بسرعة. نسيت كوم أشياء ما اشتريت، يعني تصوروا القائمة مالتي ما خلصانة بعد هي. لكن إيش سويت؟ قلت خليني أشتري جزء من عنده، وإن شاء الله البقية محتاجتنا رمضان آخذ غير وقت. فهنا جبت نفس الشي مثل كل شهر نص طبقة بيض، لأن هاي تكفينا 15 يوم. أنا ما أجيب بيض طبقة كاملة لأنه على مود، يعني شلون أقول لكم، إحنا بس الصباحية عندي كاظم وابني الوسطاني ياكلون بيض والباقيين ما ياكلون، أو أحتاجه للكيك، يعني مو هواية استخدام، هواية استهلاك للبيض. فأجيب نص طبقة. وهنا هالشهر جبت 5 شياش معجون، يعني ضفت على مود رمضان لأنه شفت ازدحام قلت لكم، فقلت خليني أستغل آخذ اللي أريد اللي أقدر عليه زين. يعني ما شاء الله يا بنات، يا رب يرزق الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين، ويرزقكم ضعف رزقنا. زين يعني السامعين كليتكم زين. بنات شلون أقول لكم، تروحين تمدين إيدِك على شغلة تشوفين وياك 3 أيادي، 4 أيادي زين. فيعني شلون يعني ما أدري، اختنقت، يعني صار عندي اختناق أقول لزوجي بس نطلع. والله قلت له روح أنت بعد تسوق، أنا ما أقدر. يعني كان أقول له على مود الرواتب متأخرة، وما شاء الله ما أحكي لكم الدولار صاعد والأسعار نار نار. تعرفون يعني شنو نار؟ يعني ما أدري. المهم هنا جبت من كل شيء، جبت كاتشب، مايونيز، دبس رمان، جبت حليب، وجبت هذا الدهن لأنه أحتاجه، أريد أسوي إن شاء الله كليتشة، لأن شهر الماضي قلت أسوي كليتشة وما سويت، بس لازم إن شاء الله هسه أسوي كليتشة بإذن رب العالمين. وجبت إيش يسمونه هذا الجلي، وجبت كريم كراميل أحتاجه لرمضان. هاي شغلات الرمضان، كريم كراميل والجلي الرمضان إن شاء الله. زين وماجي جبت بس علبة واحدة، وهنا بطاريات شفت خلصانة مالت الساعات، قلت خلي آخذ. بعد شنو سراويكم بنات، شنو جبت بعد رمضان؟ عندي نشا خلصانة، يعني مخلصة نشا قصدي. جبت نشا زين. وهنا أحب أشكركم بنات حبيباتي، وأشكر تعليقاتكم الحلوة كليتكم، واللي دخلتوا لي على الانستغرام هماتينا حياكم الله. وشوفوا سمسم أخذت 2، وهسه تشوفون هاي شو أسوي بالسمسم، لأن أنا قلت أسوي من عنده جزء للكليتش إن شاء الله، والبقية أضمه لرمضان، لأن إحنا برمضان هواي نستهلك سمسم. وهنا لمندوسي جبت زين، وجبت راشي بس علبة واحدة، رحت آخذ 2. بعدين يعني قلت لكم من الازدحام أبوي قال ما طول ما تتحملين خلصي لي يعني أشياء بسيطة، لأنه جايني ضيوف إن شاء الله بإذن رب العالمين. فقال لي أخذي هسه محتاجتين. وهنا جبت كلينس للمطبخ. وبعدين يعني قبل رمضان بيومين 3 هماتين آخذك السواقي. طبعًا أنا جبت ردت آخذ 4، بس قلت لكم ما شاء الله ازدحام فأخذت 2 بس. هنا أخذ السفرة. وأنا الماركتات أو المولات اللي دا أروح لها هي حفتة بازار وتوب سيتي. وهنا جبت شعرية قليل، يعني هيجي كيسة صغيرة، وجبت لي تياب كنت محتاجة. زين ومول كركوك بنات يعني الأماكن ضيقة، يعني صغار صغار، بس حفتة بازار شوية زين بيه وسع، لكن البقية لأ ما شاء الله ازدحام بشكل. وهنا هذني ورق سيليفون وورق الزبدة والنايلون بنات، هذا أنا قبل كنت آخذه ب1200 أو 1100، هسه تدرون بيش ماخذتن 1700 1400، وانتم حسبوا حسابكم. وهنا جبت حليب ندى، يعني الأسعار ما شاء الله. هاي الشعرية هماتينه جبتهن على الوحدة تجي ب350 هيجي أعتقد كان سعر الكيس الواحد. وهنا جبت الكاتشب هماتينه جبت 2 زين. وشوفوا هاي الشعرية، ما قلت لكم أنا يحبون الصغار، يعني من بداية القناة قلت لكم أولادي يحبون الصغار. وهنا جبت عجينة السمبوسة هماتينه، فقلت حتى أقدر يعني أسوي إن شاء الله تفريزات رمضان. اللهم يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وإن شاء الله هاي السلسلة أولى من المسواق مالتنا، وحشوفكم بعد إن شاء الله. جبت وجبت 3 أكياس جبن هماتينه، يعني تدرون شلون باعوا بنات، والله لو أقول لكم ما تصدقون زين. احتمال هسه حتى تضحكون علي، يعني مع احتراماتي لكم شلون الوحدة ما متسوقة أبد، يعني هيك صار بي.
من شفت الازدحام وشفت اللود والهاي ما شاء الله. شوفوا الحمص، جبت ثنات من جديد، وجبت بعد هواية شغلات. يعني تدرون شلون أشيل الحاجة هيجي أجيب 2 3. فزوجي يقول لي ترى يا مرة أنتي قدامك 18 يوم، فاخذي هسه الأشياء البسيطة. يعني هسه هذا أني نص من مسواق جبته، نص مو كامل، بعدنا ما مكملين. زين، لأنه أني بعد أحتاج آخذ نقوع إن شاء الله أو قيسي، نوم بصرة للشربت آخذ، كوجرات آخذ. هاي كل سنة هذني آخذن أني. يعني الانبصاني ما تنقطع من بيتي. يعني صراحة أقول لكم شربت يحبون الأطفال مثل ما شفتوا قبل فترة هماتين سويت بالفيديو. بس آخذ رمضان يعني كمية مضاعفة. آخذ مبروش ما أخذت، كاكاو رحت جبت هماتين، فإن شاء الله أراويكم إياهن. مسواقنا يعني مالت اليوم، بهارات جبت مالت يعني اليوم كملت. زين هنا شوفوا هذا، تشوفوا هذا المنظف بنات وين ما تشوفون من عنده أخذوه. سعره 3,750 يطلع. كان قبل هذا يعني هاي العلبة الكبيرة 2,500، هسه لا 3,750. ليش عمي؟ والله الدولار صاعد. خوش شغلة هاي. واليوم جبت تايت برسيل ب8 أعتقد و400. جبناه ما أدري والله 8 ونص لو 8 و400. القائمة موجودة إن شاء الله. هنا صابون مالت سائل مالتيت ما أخذت، قلت هذا يكفيني. ودينا من أخلص إن شاء الله على بعد 15 يوم أروح إن شاء الله أتسوق. يعني بداية خلينا نقول قبل رمضان أي شيء احتاجيت أروح إن شاء الله أجيب. طبعا جبت هذه الأشياء اللي أجيبها كل شهر. لا تجيني وحدة وتقول لي مسواقك حلويات مثل ذيك المرة. صراحة أني أم بيت وأعرف شنو اللي أحتاجه وشنو اللي ياكلونه أكثر وشنو لازم أوفره. أنا قلت لكم هذني من سواقنا يعني للبسكت البارد هاي رمضان إن شاء الله، مو هسه. ما أعرف إذا هسه سويت حلويات أو شي. يعني أكيد جايني ضيوف مثل ما قلت لكم، فأكيد نحتاج تعالوا لشغلات حلوة. بس الباقي يعني صراحة أقول لكم جبت هاي 3 هيجي كورن فليس الأولاد ياكلونه ويا الحليب. هذا البسكت، وبعد بسكت ثاني بسكت مالح. هذني كلهن رمضان. احتمال أطلع علبة واحدة والباقي كله إن شاء الله رمضان، لأنه إحنا نسوي حلو. وتعرفون الصايم يشتهي كل شيء. زين فلازم. زين حبيباتي، وجبت هذا البسكت المالح همتين إن شاء الله بإذن رب العالمين. قلت لكم الصايم كل شيء يشتهي، فأفضل أنا يوميا أسوي يعني برمضان أسوي لقيمات، أسوي داطلي. يعني إذا مو يومي يوم بين يوم. عندي حلاوة التمر يومية. زين فاكو هسه نسات وشغلات جبت لهم يعني هسه يستهلكونه عادي. تعرفون احنا ابونا ما موجود مثل ما حكيت قبل. يعني يجينا مثلا اسبوع بالبيت، 3 ايام بالدوام، 3 ايام بالبيت واسبوع بالدوام، يعني حسب الدوام مالته. يعني بدال ما اطلع اولادي برا بالبيت عندنا اشياء وياكلون من عنده ويتهنون ان شاء الله. زين وهذين دا تشوفوهن دا يعني اعزلهن هاي كليتهن ان شاء الله رمضان. تمام حبيباتي. وهنايا طبعا هاي كلية دا تشوفون مكلفني يعني تقريبا بدا 13 14 ألف كلية. لأن البسكت يجي البسكت المالح وهذا البسكت الثاني واللي بعده يجي كله على ألف. زين إيراني لأنه بنات مو البسكت التركي فيجي على 1000 دينار. وأنا قلت لكم ومن قبل والهسه مالتنا أنا صريحة وياكم وما أضم عليكم شي ولا أتكابر ولا أتفاخر ولا أسوي. أنا دا أنقل لكم واقع حالي وخلاص. شوفوا هذا بقى عندي من ذاك الشهر. زين يعني شوفوا أنا معدلة. شاق وياكم حبيباتي، انتم كلكم معدلات وكلكم امهات بيوت وربي يرزقكم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما رجعت من المسواق ويا حالتي حال أشوف هاي الأشياء طبعا محضرتهن رمضان. هسه أقول لكم شو أخلي بيهن إن شاء الله تشوفوني بالأيام القادمة. بس خلي شوية أفراغ لأنه هسه حاليا يعني بعد خلاص انخبصت. لأنه شلون أقول لكم من يجوني خطار هم صح حتى لو نفرين فيحتاجون واحد يتفرغ لهم. يعني صار هواي ما شايفتهم تقريبا سنة أكثر يعني ما ملتقين. فإن شاء الله نلتقي ونشوف شو نسوي وش ما نسوي شلون نعيش أيامنا إن شاء الله. احتمال أنقل لكم إياه إذا حبيتوا. ناجيت أنا وتعبي قلت خلي أغسل مواعيني لأنه تعشوا وخلصوا. فقلت خلي أغسل المواعين الموجودة على السريع وأنظف البيت
لأن ورايا كوم الشغل. تعرفون أنا أساس قد أسوي فيديوهات روتينات مالت العطلة، بس بما أنه حيجوني القطار ما أقدر بعد أسوي أي شيء أتقيد، فقط يعني أسوي لكم شي بسيط. بس إن شاء الله ورا ما يروحون أكيد أماتنا عندنا روتينات حلوة تبدي، وإن شاء الله أيام رمضان قادمة بإذن رب العالمين، ونسوي وياكم إذا ربي يطلعنا عمر إن شاء الله. اللهم يعني شلون أقول، يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله تعالى. أسوي لكم فيديوهات فطور وسحور وروتينات حلوة زين أشارككم. وطبعا عندي مشتريات رمضان هماتي أنا شوفت لكم وراح أسوي لكم إياها سلسلة من عندها. طبعا هذا تشوفونه جزء أول إن شاء الله، وبعد نشوف ايش حنشتري وش ما نشتري نراويكم أكيد. يعني أنتم خواتي وحبيباتي وخالاتي أمهاتي، يعني هواية كلكم اللي وياي خالتي يعني بمثابة أمي وبمثابة أختي، وكليتكم غاليات وعزيزات على قلبي زين. وطبعا أريد من عندكم أهم شي تعطوني لايكات هواية بنات، حتى الفيديو ينرفع إذا تحبوني صدق اعطوني لايكات وكتبوا لي كومنتات حلوة أو تعليقات حلوة حتى أقرأ، وإن شاء الله اللي يفرحني ربي يرزقه ضعف فرحتي، ربي رزقه ضعف فرحتي إن شاء الله. ويا رب العالمين يرزقكم كل اللي تتمنوه، وإن شاء الله تكون عطلتكم عطلة سعيدة زين، وتجهيزاتكم من رمضان تكون على أتم الوجه ومثل ما أنتم تحبون. اللهم آمين يا رب العالمين. ولا تنسونا بلايك حلو. أنا دائما ما أطلب منكم اللايكات بنات، يعني أقول أنتم على راحتكم، اللي تحب تعطينا لايك مشكورة وجزاها الله خير، وربي يرزقها إن شاء الله ضعف رزقنا. واللي ما تريد تعطينا لايك نفس الحالة جزاها الله خير وربي يرزقها ضعف رزقنا. طبعا أني ما أحب أضغط على أحد. وهنايا دا تشوفون هسه صوت احتمال هذا من كثرة ركض، يعني صار اليوم يا بنات ثقوا ما قاعدة بالبيت. تدرون شو وقت أرجع؟ بس بالليل أطلع من الصبح أجي على الغداء، أجيب غدا من برا غدي الأولاد، آخذ استراحتي يعني أقل النص ساعة، مرة ثانية أروح أطلع أرجع بالليل. يعني ما أدري يعني شو أقول لكم، هي لين مسواق رمضان ومسواق الشهري ما أعرف لين خطار يعني التمت علي كليته التمت علي بهاليومين، يعني ما قاعدة نهائيا. أنا صح كل شهر من السواق شو أسوي، أطلع نهار كامل، أطلع من الصبح أرجع الظهر أغديهم، أطلع مرة ثانية أرجع بالليل. تمام، يبقى ثاني يوم بعد أني ما أطلع يعني دورات. أبونا يطلع يجيب لنا الدجاج والسمك وهالسوالف زين. بس هالشهر قلت أني بعد صراحة دورت على صدر بواجي هواية، فما لقيت المواعين، لقيت بس الأمهات الكيلوين. أني هواية علي كيلوين هسه يعني ما محتاجة كلش هواية. فقررت بدال ما أفرز إن شاء الله بصدر دجاج كليته، لا أسوي بتنوع إن شاء الله يا رب العالمين. وبعد حاليا ما أعرف ما تفرغت للتفريزات، قلت لكم لأنه صارت عندي شغلة هي هاي مالت الضيوف إن شاء الله يروحون. وبعد رمضان هواية، لأن أنا قبل رمضان كل سنة يعني من أبدي قبل رمضان أبعه منتظرة أريد أنطي علاج وما أدري زين. وبعدين شفت الكاميرا دا تشتغل تشوفون، وهنا اجيت دا أدور على مالة مكنسة بنات، وأخيرا لقيت هنا بهذا المكان اسمه سوق راس دوميز. فلقينا هنايا وجبناها وطلعت ما تصير على مكنستنا، ورجعنا مرة ثانية بالليل زين يعني المغرب رجعنا وجبنا واحد ثاني جديد وأحسن الحمد لله وخلصت، وأخيرا هم وانزاح على قلبي. هنا جبت لهم شوية شغلات نميات، رادوا من عندي خضروات مجففة مثل ما تشوفون. لأنه صار لي كل مرة أنا أجيب بس صراحة ما أصور، لأنه هو إذا أصور أنا ما أدري هسه مثلا يعني أتعرض لانتقاد أو لا. يعني أنت مسواقك كله بس شو اسمه حلويات وشغلات. فالطفل أنتو يحتاج بنات خصصوا، حتى لو هسه أنا هذا كله ما كلفني 10,000 دينار. حلو الطفل من تشتري له وتفرحينه حتى لو بالشهر مرة، احنا يومين نعطي فلوس، لكن مو مثل ما هم يردون هاي الشغلات ونجيبها إلهم زين. فلهنا أقول لكم لا تنسونا باللايك واترككم مع ألف سلامة في حفظ الرحمن. باي باي حبيباتي.